أنا شايف إنكم سبب البلبلة اللي في البلد. تلك العبارة الشهيرة والتي قالها محمد نجيب لرفقاء ثورة 23 يوليو عند رفضهم عودة الجيش لثكناته. أهلا وسهلا فيكم متابعينا في حلقة جديدة من برنامج بداية ونهاية. حكايتنا لليوم عن بداية ونهاية أول رئيس لجمهورية مصر العربية، وهو الرئيس محمد نجيب. ولد محمد نجيب بالسودان بساقية أبو العلا بالخرطوم، لأب مصري وأم مصرية سودانية الأصل اسمها زهرة محمد عثمان. اسمه الكامل محمد نجيب يوسف قطب القشلان. أصر على الالتحاق بالكلية الحربية بالقاهرة أسوة بوالده، وتخرج فيها في 23 من يناير لعام 1918. كان نجيب ضابطا مثقف، كان يتقن اللغة الإنجليزية، الفرنسية والألمانية والإيطالية والعبرية، كما أنه حفظ القرآن الكريم كاملا أثناء دراسته بالسودان، ما جعله يمتلك لغة عربية منضبطة. أصبح أول ضابط بالجيش المصري يحصل على ليسانس حقوق عام 1927، ودبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد السياسي لعام 1929، ودبلوم آخر في الدراسات العليا في القانون الخاص لعام 1931. وبدأ في إعداد رسالة الدكتوراه، ولكن طبيعة عمله العسكري وكثرة تنقلاته حال دون إتمامها. وفي عام 1929 تعلم محمد نجيب درسا من مصطفى النحاس، حين أصدر الملك فؤاد قراره بحل البرلمان، لأن أغلبية أعضائه كانوا من حزب الوفد الذي كان دائم الاصطدام بالملك، فتخفى في ملابس خادم نوبي وقفز فوق سطح منزل مصطفى النحاس، وعرض عليه تدخل الجيش لإجبار الملك على احترام رأي الشعب. لكن النحاس قال له: أنا أفضل أن يكون الجيش بعيدا عن السياسة، وأن تكون الأمة هي مصدر السلطات. كان درسا هاما تعلم من خلاله الكثير حول ضرورة فصل السلطات واحترام الحياة النيابية الديمقراطية، وهو الدرس الذي أراد تطبيقه بعد ذلك لعام 1954. رقي إلى رتبة عقيد في يونيو عام 1944، وفي تلك السنة عين حاكما إقليميا لسيناء. وفي عام 1947 كان مسؤولا عن مدافع الماكينة في العريش، ورقي لرتبة عميد لعام 1948. كانت بداية معرفة محمد نجيب على المستوى الشعبي وعلى مستوى الجيش المصري في أثناء مشاركته في حرب 1948، ورغم رتبته الكبيرة كان على رأس صفوف قواته، إذ أصيب في هذه الحرب 7 مرات، كانت 3 منها إصابة خطيرة، لذلك تم وضع شارة بالرقم 3 على بدلته العسكرية الرسمية، وكانت أخطرها الإصابة الثالثة والأخيرة في معركة التبة 86. وفي ديسمبر لعام 1948 حيث أصيب برصاصات أثناء محاولته إنقاذ أحد جنوده عندما تعطلت دبابته، وكانت إصابة نجيب شديدة حيث استقرت الرصاصات على بعد عدة سنتيمترات من قلبه، وحينما اختبأ خلف شجرة وجد الدم يتفجر من صدره، وكتب وصيته لأولاده قال فيها: تذكروا يا أبنائي أن أباكم مات بشرف. كانت رغبته الأخيرة أن ينتقم من الهزيمة في فلسطين ويجاهد لوحدة وادي النيل. عندما نقل إلى المستشفى اعتقد الأطباء أنه استشهد، ودخل اليوزباشي صلاح الدين شريف لإلقاء نظرة الوداع على جسده، فنزع الغطاء وسقطت دمعة على وجه محمد نجيب. وتحققت المعجزة، فقد تحركت عيناه فجأة، فأدرك الأطباء أنه لا يزال على قيد الحياة، وأسرعوا بإسعافه. وقتها حصل على نجمة فؤاد العسكرية الأولى، وتقديرا لشجاعته في هذه المعركة مع منحه لقب البكوية، فقد كان أول ضابط مصري ويقود ما يربو على الفيلق بمفرده. أدرك الضابط المثقف الكفء أن استقلال مصر والانتقام لهزيمة فلسطين لن يتم في وجود نظام ملكي منتهي الصلاحية، وكان دائم الحديث عن الفساد بشكل علني، ما جعل الضباط الوطنيين الشباب الذين أسسوا تنظيم الضباط الأحرار يرون فيه الرمز والقيادة والمثل.
القادر على أن يخوض بهم أهم مراحل استعادة مصر من الاحتلال البريطاني. يقول المؤرخ العسكري اللواء جمال حماد، وهو أحد الضباط الأحرار، أن الحركة لم تكن لتنجح لولا انضمام محمد نجيب إليها، لما كان له من سمعة طيبة في الجيش، ولما كان لمنصبه من أهمية، إذ أن باقي الضباط الأحرار كانوا ذو رتب صغيرة وغير معروفين. كانت الأجواء في مصر مشتعلة نتيجة حادثة حريق القاهرة في 24 من يناير. أعقبتها حادثة الإسماعيلية يوم 25 يناير بعد مقتل عدد من أفراد الشرطة طالبتهم القوات الإنجليزية بتسليم مقراتهم وأسلحتهم فرفضوا واشتبكوا معهم، حتى خلفت القوات الإنجليزية أكثر من 40 قتيل مصري. كانت شعبية الملك في تراجع شديد، وجعله ذلك في موقف ضعيف، مما سهل الأمر على تنظيم الضباط الأحرار. وفي 23 من يوليو لعام 1952 استيقظ المصريين على بيان اليوزباشي أنور السادات يعلن قيام الجيش بحركة سلمية رافضا للفساد. فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. استقبل الشعب المصري نزول القوات المسلحة إلى الشوارع بفرحة وترحاب أملا في الخلاص من الفوضى. وفي 17 من سبتمبر لعام 1952 شكل محمد نجيب الوزارة المصرية، واختير وزيرا للحربية والبحرية في أول وزارة يشكلها ثوار يوليو لعام 1952. وفي 18 من يوليو لعام 1953 أعلن محمد نجيب رئيس الوزراء وزير الحربية القائد العام للقوات المسلحة المصرية قائد الضباط الأحرار ورئيس مجلس القيادة الثورة انتهاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري مؤسسا لجمهورية مصر العربية. وأعلن الضباط الأحرار محمد نجيب رئيسا لمصر بشكل مؤقت إلى حين إجراء انتخابات رئيسية في تاريخ الدولة المصرية، وقد شغل منصب رئيس الجمهورية حتى 14 من نوفمبر لعام 1954. بدأ الكثيرون في هذه الفترة يلاحظون تغيرا واضحا في سلوكيات وقرارات ضباط الجيش وأعضاء مجلس القيادة، حتى شاع بين الضباط أن الثورة طردت ملكا واحدا وجاءت ب13 ملكا. يقول نجيب في مذكراته: لقد خرج الجيش من الثكنات وانتشر في كل المصالح والوزارات المدنية. وادعى أيضا أنه رصد بعض السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض الضباط في حق الثورة وفي حق الشعب الذي وثق بهم، فكان أول شيء فعله الضباط تغيير سياراتهم الجب، وركبوا سيارات الصالون الفاخرة، وترك أحدهم شقته المتواضعة واستولى على قصر من قصور الأمراء حتى يكون قريبا من إحدى الأميرات. وترك ضابط آخر من ضباط القيادة الحبل على الغارب لزوجته التي كانت تعرف كل ما يدور في مجلس القيادة وتستغل هذا لصالحها وصالحه. وطارد آخر ناهد رشد زوجة الطبيب بحري يوسف رشاد طبيب الملك فاروق الخاص. وصدمت هذه التصرفات باقي الضباط الأحرار الذين يتصفون بالمثالية، فحمل بعضهم هذه الفضائح وواجهوا بها ضباط القيادة، لكنهم سمعوهم وقرروا التخلص منهم مثلما حدث مع ضباط المدفعية. قال محمد نجيب في مذكراته أنه اكتشف أن رجال الثورة كانوا قد عقدوا العديد من الاجتماعات بدونه. كل هذه الأمور دفعته لكي يفكر جديا في تقديم استقالته. كان ذلك بعد إذاعة بيان إقالته على الملأ، فخرجت الجماهير تحتج عليه، وانهالت البرقيات على المجلس ودور الصحف ترفض الاستقالة. وكان سلاح الفرسان أكثر أسلحة الجيش تعاطفا مع محمد نجيب. وأشرفت البلاد على حرب أهلية، وتداركا للموقف أصدر مجلس القيادة بيانا الساعة 6 من مساء 27 من فبراير لعام 1954 لقد جاء فيه: حفاظا على وحدة الأمة
يعلن مجلس قيادة الثورة عودة محمد نجيب رئيسا للجمهورية، وقد وافق سيادته على ذلك، وعاد محمد نجيب مجددا إلى منصبه كرئيس للجمهورية. في 25 من مارس لعام 1954 اجتمع مجلس قيادة الثورة كاملا، وانتهى الاجتماع إلى توجيه الضربة القاضية إلى محمد نجيب، وهي إعفاؤه من رئاسة جمهورية مصر. وفي الواقع أن مصر قد خسرت بانتهاء مسيرة الديمقراطية. وقد تم تحديد إقامة محمد نجيب في فيلا زينب الوكيل. عندما وصل إلى فيلا زينب الوكيل بضاحية المرج، سارع الضباط والعساكر بقطف ثمار الفاكهة من الحديقة، وحملوا من داخل الفيلا كل ما بها من أثاث وسجاجيد ولوحات وتحف، وتركوها خالية تماما. كما صادروا أثاث فيلا زينب الوكيل، وصادروا أوراق اللواء محمد نجيب وتحفه ونياشينه ونقوده التي كانت في بيته، ومنعه تماما من الخروج أو من مقابلة أيا كان حتى عائلته. كانت غرفته في فيلا المرج مهملة، بها سرير متواضع يكاد يختفي من كثرة الكتب الموضوعة عليه، وكان يقضي معظم أوقاته في هذه الحجرة، يداوم على قراءة الكتب المختلفة في شتى أنواع العلوم، خاصة الطب والفلك والتاريخ. ظل محمد نجيب حبيس فيلا المرج حتى أمر بإطلاق سراحه الرئيس محمد أنور السادات لعام 1971، ورغم هذا ظل السادات يتجاهله تماما كما تجاهله باقي أعضاء مجلس قيادة الثورة. توفي محمد نجيب في 28 من أغسطس لعام 1984 بعد دخوله في غيبوبة في مستشفى المعادي العسكري بالقاهرة إثر مضاعفات تليف الكبد، بعد أن كتب مذكراته شملها كتابه كنت رئيسا لمصر، ويشهد له أن كتابه خلا من أي اتهام لأي ممن عزلوه، على الرغم من رغبة محمد نجيب في وصيته أن يدفن في السودان بجانب أبيه، إلا أنه دفن بمصر بمقابر شهداء القوات المسلحة في جنازة عسكرية مهيبة من مسجد رابع العدوية بمدينة نصر، وحمل جثمانه على عربة مدفع. وقد تقدم الجنازة الرئيس المصري لآنذاك حسني مبارك شخصيا، وأعضاء مجلس قيادة الثورة الباقين على قيد الحياة. وهكذا تنتهي حلقتنا لليوم، وإلى لقاء آخر في حلقة جديدة من برنامج حكاية بداية ونهاية.